بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. عنوان البحث: غرب الفرات، منطقة تضم النجف، الكوفة، الحيرة، كربلاء، على ما يسمى بهضبة السهل الرسوبي. هي الهضبة الوحيدة في السهل الرسوبي في العراق، وهي كنز العراق وكنز العالم. هذه المنطقة، هذه البقعة، هذه الهضبة التي سوف يزورها الإخوان في بعد لعلهم في برنامجهم اليوم يزورون قسما منها. البحث حول هذه المنطقة، طبعا نتائج البحث، أنا معني بهذه المنطقة بعد أن وفرت والحمد لله أدوات البحث على مستوى الأركيولوجي والجيومورفولوجي والهيستوريكال جيوغرافي وحتى الإتمولوجي. معطيات هذه العلوم اجتمعت، وطبعا الدراسة بدون هذه العلوم لا يمكن أن تنتج شيئا، لأن التخصص العمودي يعطي ما يتعلق بالعمود. جيولوجي يعني جيولوجي، أو جيوغرافي، أما يخبط يجمع بينهما يطلع شيء آخر تماما. لذلك هذا اليوم هو علم جديد في الغرب انفتحوا عليه، أن هناك عمل خارج التخصص من موقع التخصص، يعني يجمع هذه العلوم، وفعلا أنتج شيء فيما بين يديكم إن شاء الله، شيء مذهل. أذكر في سنة 1416، يعني قبل تقريبا كم سنة؟ احنا 1432 38، يعني كم سنة؟ 22 سنة. كتبت كتابا فيه فصل يتعلق بهذا الموضوع. أحد الأخوة الباحثين اطلع عليه، استعاره مني وفرض عليه أن يسهر الليل، وإجا الصبح مدهوش، أنه قال أنا يعني دهشت لكثرة المقارنات اللغوية والمتابعة. وفعلا هو البحث هكذا، لكن ما نشرت البحث، كتاب 400 صفحة ما نشرته، خليته متئد، لأن النتائج خطيرة جدا. طبعا ما يصير أنا أبدأ بذكر بالحديث عن الموضوع بهالشكل هذا، لا، راح أبدأ بالموضوع وأتحدث فيما بعد. راح أعرض طبعا ب 1416 كانت الرؤية عندي واضحة فيما يتعلق بغرب الفرات. يعني أضرب لكم مثال، الكل يعرف صيدا وصور في لبنان والبحر المتوسط، أما أن تكون صيدا في النجف وصور في النجف، هذا لا يتصوره أحد تماما. في ذلك على هالمستوى هناك جغرافيا تغيرت وغيبت. وأضرب لكم مثال، اليوم العالم كله يعرف مكة هي بيت إبراهيم، الكل يعرفه، لكن إذا ذهبت إلى الأطالس اللي تطبعها المؤسسات المسيحية واليهودية، لن تجد بيت إبراهيم في مكانه الفعلي، تجده جنوب فلسطين. زمزم لا تجدها في مكة، تجدها جنوب فلسطين.
ويتربى العالم المسيحي واليهودي جيلا بعد جيل منذ 2400 سنة على مستوى اليهود، ومنذ 2000 سنة على مستوى المسيحيين، على الإطلاق أن بيت إبراهيم هو جنوب فلسطين، وأن زمزم جنوب فلسطين، إلا فد واحد بالمليون. أذكر في المتحف البريطاني رحت طلبت أقدم نسخة للتوراة وللكتاب المقدس مطبوعة سنة 1648، بيبليا ساكرا بوليغلوتا. الصفحة الواحدة بها النص العبري والنص الآرامي والنص الفينيقي والنص الإغريقي والنص السرياني والنص العربي، مع ترجمات لاتينية لكل نص، فتشي يعني 6 مجلدات بعربة. لفت نظري النسخة العربية فيها ذكر مكة. هل تعلمون مصير هذه النسخة شنو؟ انتهت من الدنيا بعد 200 سنة، انتهت، لا يعرفها اليوم أحد إلا باحث يرجع إلى الوراء يريد يبحث في المصادر أصلا تماما، لأن فيها اسم مكة واسم القبلة انتهت. والمترجم ما له مترجم حاخام يهودي وتقول عالم إسلامي، انتهت واستبدلت بكتب بترجمات قام بها الغربيون والشرقيون على السواء. فالجغرافيا نحن نعيش عالم غيبت فيه جغرافيا حقيقية، وطبعا الأحداث هي الأحداث، لكن الجغرافيا غيبت. كلكم تعلمون بلاد كنعان أين؟ فلسطين. لا، بلاد كنعان مو فلسطين، فينيقيا فلسطين. فينيقيا هي النجف، بانيقيا بدل باللغات في علم اللغات وعلم الإتمولوجي يتعامل مع الحروف القريبة المخارج، با وفا، بي وفي، في بانيقيا، فانيقيا، فينيقيا. هذا النجف صار لها من العصر الجاهلي، الشاعر يذكرها، وبحر النجف بحر بانيقيا، هذا بحر النجف المندثر، هاي بلاد بانيقيا. لكن هاي من يعرفها فقط من يبحث ولا يقبله العالم. فنحن نعيش جغرافيا مغيبة على الإطلاق. فأنتم تزورون منطقة إن شاء الله جزء من منطقة جغرافيتها مغيبة، وإذا واحد تحرش بها وأراد أن يثيرها من جديد ستقوم الدنيا ولن تقعد. الجغرافيا الوحيدة، البلد الوحيد اللي إذا بدينا نغير شوية نتحرك على جغرافيا، هاي منطقة غرب الفرات. هاي غرب الفرات إذا تحرشنا بيها، طبعا غرب الفرات لعلمك تصل إلى مكة. يقولون التاريخ السياسي ابن سعود بزمن الملك فيصل هدد، قال ترى النجف وغرب الفرات مالنا. لا، هو بالعكس، هو مالنا، هو مال العراقيين، لأن غرب الفرات يصل إلى مكة. إبراهيم عليه السلام راح، الله سبحانه وتعالى وداه هناك إلى المكانات. على كل حال، فالجغرافيا موضوع الحديث إذن موضوع غرب الفرات. هذا غرب الفرات خطير جدا. صحيح اليوم قد يكون النظام، احنا بعد 12 سنة بعد 14 سنة من 2003 انهار نظام كان يدمر البلد، ما كان يبني للبلد. والآن انفتح العراق من جديد، ولكن فوجئ العالم بقوة داعش تريد أيضا أن تواصل التخريب. ولكن ثقوا، المستقبل القادم للعراق شيء آخر. أنا أقول لكم ثقوا، شيء آخر بكل معنى الكلمة. أنا أعيش هذا البحث، قلت يعني سنة 1416 كان عندي البحث مكتمل، ولكن ما نشرته ككتاب، وإنما أعطيه في المحاضرات، محاضراتي مستمرة في
بين العراقيين، سواء كانوا في المهجر في سوريا أو في لندن أو في السويد أو في أسبانيا أو في إيران. ورجعت إلى العراق، صار لي تقريبا من 2003 إلى 2017 14 سنة أنا أتحرك في كل المحافظات، صاحب رسالة حول هذه المنطقة غرب الفرات. لكن هذا اليوم سميتها غرب الفرات باعتبار عنوان أشمل، وإلا أنا كنت أتحدث عن النجف وكربلاء، الهضبة الوحيدة في السهل الرسوبي. والموضوع الذي أحب أن أطرح بين أيديكم تاريخ هذه الهضبة منذ نشأة الإنسان. شيء مثير في بعض محاضراتي أحد الأخوة الباحثين المتخصصين في الآثار قال هاي المنطقة هنا في الرزاق في كهوف الطار، لأنه الأستاذ فوجي الياباني أجرى موسمين تنقيبيين في كهوف الطار اللي راح تزوروها سنة 75 70 و75. أنا مطلع بالتسعينات على التقارير اللي نشرت في مجلة سومر. يذكر بعضهم، هذا الأستاذ يقول عثر على عينات تفيد أن نشأة الإنسان في هذه المنطقة قبل كهف شانيدر اللي بالشمال، يعني عمق المنطقة هنا تماما ينسجم مع تراثنا الديني. أنا أمامي نصف ساعة راح منها 5 دقائق 10 دقائق، أريد أمر مر الكرام. طبعا هذا البحث أنا أعددته لمؤتمر، مو أنطبي نصف ساعة، لا، أنا قمت سنة 2010 بمؤتمر لمدة 3 أيام، المحاضر الوحيد هو الباحث. اليوم الأول ساعة أنطي تاريخ العراق القديم وأفتح 2 ساعة مداخلات. اليوم الثاني تاريخ العراق الوسيط 1 ساعة وأنطي 2 ساعة مداخلات. واليوم الثالث العراق الحديث وأنطي ب1 و2 ساعة مداخلات. 3 أيام مؤتمر، وكنا أقمنا العتبة الحسينية الله يجزيهم خيرا، حجزونا في فندق الشرق الأوسط في وقته. فأنا هذا الآن فهرس إن شاء الله نعقد مؤتمر ليس فقط أن أتحدث أنا، وإنما هذا راح نوزع إن شاء الله على باحثين في هذا الاتجاه، من أجل أن يشهد العالم عبر العراق. ما أبالغ، لكن أنتم سوف تفهمون، ما أبالغ، سوف تشهدون أننا مقبلون على ثورة معلوماتية تعيد ترتيب الذاكرة حول هذا البلد المظلوم، هذا العراق وأهله. البحث نظمته من أجل أن أيسر الأمر سريعا إلى 12 فصلا. الفصل الأول أبدأ بالفرات. التراث الديني لا يعرف دجلة، يعرفها فرعا من الفرات، حتى تعرفون. يعني التراث الديني بدءا من التوراة ومرورا بتراث أهل البيت، القرآن وتراث أهل البيت، يعتبرون مركز الجغرافيا في العراق القديم الفرات وفروع الفرات. فإذا الفصل الأول فروع الفرات. الفرات جيولوجيا من خلال بحث قيم لجعفر الساكني، أحد أبرز المتخصصين في الجيولوجيا، نشر بحثه نافذة على الفراتين، اكتشف مسارات لمجرى الفرات القديم، وأكو دراسات قبله وبعده في هذا الاتجاه. الذي يمكن أن نعرضه الطور الأول طور الرزازة، البحر الحبشي، البحر الأحمر، بحر بانقيا، بحر النجف، أسماء مترابطة تعطي شيء واحد. بحث مفصل هذا
هل تعلمون أن البحر الأحمر كان أصله بحر النجف؟ وبحر الأحمر هو أريثروثالاسا، إرث أرض، يعني بحر الأرض الحمراء. فهو بالأخير وين كنا نبحث عن الأرض الحمراء وبالأخير بحرها. في جغرافية غرب الفرات الكوفة معروفة بالحمراء والأرض الحمراء، والنجف قريب عليها بحر النجف هو بحر هذه الأرض تماما. وكان الخليج ما يسمى بالخليج الفارسي، أي تسمية متأخرة، والاسم الحقيقي هو البحر الأحمر. والبحر الحبشي تسمية المسعودي حبشي، حبش هي مو من الحبشة، حبش باللغة السومرية تعني أحمر، البحر الأحمر تماما. هذا فتح ليس للبحث، وإنما فقط من أجل أن أبين أكو جدة تبدأ من هنا على مستوى التسميات فيما يتعلق بهذا الطور الأول. طور كان الفرات يمر من الرزازة وبحر النجف وإلى السماء وينتهي. هذا الطور الأول قبل لعله 1,000,000 سنة. هذا هو الخط. الآن ما راح أقدر. هذه هي الهضبة السهل الرسوبي. هذا مفروض هنا بحر النجف، هذا كله بحر النجف هنا. وهذا هو الفرات. هذا الفرات يمر تماما من الرزازة، هاي الرزازة بحر الملح. وهذه هنا هضبة السهل الرسوبي بها طارين إن شاء الله نتحدث عنها قريبا. المسار الثاني هو تحول إلى هذا مسار سيبار، اللي هو هذا نهر كوثا، نهر النيل. ثم بعد ذلك الطور الثالث هو هذا. هناك دراسات تعطيها 5 أطوار 4 أطوار، نعبر هذا الكلام، نريد نبحث الآن في هذا الموضوع. تغيير مجاري الفرات تكشف لنا عن أن المنطقة فيها أنهار وهي جنة تماما، وسهل خصب جدا، ووصف قديما بسهل باللغة الأكادية عدنو، يعني سهل عدن. وأيضا كان يسموه جنة عدن والجنة والفردوس تماما. حينما يأتون إليه في التوراة يسموه فردوس، تماما الفردوس يسموه هذه المنطقة. في التوراة عندنا نص مهم جدا في سفر التكوين الإصحاح الثاني من الفقرة 8 إلى الفقرة 16 أو 15، تتحدث تقول هناك نهر يسقي الجنة. من يدخل للجنة يعني السهل الرسوبي يصير ينقسم إلى 4 فروع. اسم الأول فيشون، اسم الثاني جيحون، الاسم الثالث حديقل، الاسم الرابع دجلة الفرات. اختلفوا في جيحون وفيشون، هل أنهما داخل العراق لو خارج العراق. بعض الدراسات اللاهوتية المسيحية رمتهم خارج العراق، لا هم داخل العراق. من حسن حظنا كجيل أخير في تاريخ البشر تراكمت لديه المعارف، فهناك تراجم تاريخية للتوراة، للنص التوراتي. طبعا نتحدث عن التوراة الخماسية، إلها تراجم تاريخية: الترجوم الآرامي، الترجوم الإغريقي، الترجوم اللاتيني، الترجوم السامري. طبعا هذا كنز مع الأسف لا يعرف قيمته إلا من يشتغل عليه، باعتباره يقدم له أسماء أخرى لهذه الأسماء. مثلا فيشون يتقدم له اسم آخر يقول فيشون هو،
ولكن بالتوراة الماسورية العبرية يقول يحيط بنهر بأرض حويلة. بس وين حويلة؟ قد الإنسان رملة، هو وايا مناطق بها رملة. أما الترجوم المنسوب إلى يوناثان والترجوم الأورشليمي يقول هنديقي. هنديقي خذ ذكرك بيش بالهندية. بعضهم يقول هاي سدة الهندية قبل 200 سنة، هاي فد وحدة خيرة بالهند هاي سدة جدي. أما المنطقة هندية موجودة بوثائق الأرشيف الآشوري موجودة هناك. إندانو وإندية. إنديقي كلمة عبرية أصيلة تعني المعرفة، وكلمة سومرية أكدية تعني المعرفة والعلم تماما. وأكو نهر، هو النهر هذا يسموه بالوثائق المسمارية يسموه نهر أبقال. أبقال يعني الأب العظيم أو الحكيم، نهر الحكيم. هو نفسه يسمى في الوثائق العبرية بنهر دعا، يعني المعرفة. دعا يعني المعرفة والحكمة. فإذا انفتحنا على أبواب. لا زالت المنطقة هندية إلى اليوم موجودة، وفرات الهندية لا زال يسمى، هو نفس فرات الكوفة. تروح إلى الترجوم السامري يثبت منطقة كوفين. خلاص هذا هم بعد جيد المعنى. وهكذا يأتون إلى نهر جيحون، يقول يحيط بأرض كوش. وكلنا درسنا في الصف الأول متوسط تاريخ العراق القديم. الكاشيين والكشيين من سنة حكموا العراق 4 قرون 5 قرون تماما. فأرض الكاشيين أرض كوش ما بيها شيء. فإذا هذه الأنهار الأربعة هي أنهار السهل الرسوبي. والنص التوراتي يقول الله تعالى جعل آدم في هذا السهل الرسوبي. هو خلص الآن راح يفيدنا هذا أن المنطقة شهدت خلقة الإنسان الأول، خلقة آدم. نجي للنص الديني يقول هذه الجنة عاش بها آدم وقت محدود جدا، كانت بستان على ظهر النجف، حتى لأن الله سبحانه وتعالى هو خلق الإنسان عنده هدف من عنده. أمر بشيء لا على أساس النبوة، بعدها ماكو نبوة، عبارة عن طبيعة بشرية آدم وحواء وعراة لا يفقهون من العري شيئا، بعد الوعي محدود مثل الطفولة تماما، لكن بجسم الرجولة. هو يريد يوديهم إلى مكان، يريد يعرضهم إلى الآلام الطبيعة والحاجة الماسة للمعرفة، وأن المعرفة التصرف بلا معرفة سيودي بهم إلى كوارث. انت خلاه يشهد تجربة رائعة جدا. عصى وخرج، ما أقدر أدخل بالبحث يجرني إلى عالم جميل جدا. هاي قصة آدم اللي هي من الثروات العلمية التي نمتلكها في القرآن الكريم وفي حديث أهل البيت، وأيضا في التراث. بعدنا مع هذا الطول، مع هذا الزمن، ثقوا لا زالت القصة ونصوصها موضع البحث، وفيها جديد على مستوى التربية. المهم في النص الديني يقول أخذهم إلى مكة، تفرقوا كل واحد يمشي على رسله والحر والبرد، ثم اصطفى الله تعالى آدم عند البيت، عند باب البيت، اصطفاه بالنبوة وقال له حواء ترى قريبة عليك، روح اعقد عليها، وعلم مناسك الحج وخلاه يبني له بيت. هذا البيت هذا هو البيت الأول على مستوى التاريخ البشري هناك، وقال له يلا ارجع المكان الخلقة، رجع للعراق، خلاه يبني مسجد آخر هو مسجد الكوفة. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول يا أهل العراق لقد حباكم الله بما لم يحب به أحدا من العالمين، مسجدكم هذا مسجد أبيكم آدم. فإذا خلينا بدأت المنطقة الآن تتأسس وفق النص الديني والنص السومري والأكدي تماما.
ألا أن المنطقة تبدأ بتاريخ بنشأة الإنسان آدم وحواء، وصار السهل، هذا السهل أو هذه الهضبة من النجف إلى كربلاء صارت بيئة أو بيئة أصح لآدم وأوصيائه التسعة. آدم عنده أوصياء 9، آخرهم نوح. وتجددت المنطقة حينما غمر الطوفان. طبعا الجيولوجيون يقولون النجف والسهل الرسوبي عائمة على بحيرة، يعني غنية، أغنى منطقة بالمياه. خلينا مو على مستوى آخر، بالمياه هي هذه الهضبة تماما. وكان الطوفان بعضه براكين مائية اقترنت بالمطر وبذوبان الثلوج، والمنطقة تعرضت للخطر. والله تعالى أوحى إلى نوح أن يبني سفينة لا للإبحار وإنما للحفظ على الحياة. المهم في المرحلة هذا الفصل الثاني. الفصل الثالث طبعا هذه بحوث حول مكان. هذا مهندس الري ويليام كوكس عنده تصور لهذه الأنهار، وأيضا هو قبله، يعني أنا كنت أتصور أنه هو جاء بالتفسير، لا، هو عنده قبله. راجعت الخرائط القديمة، هذه واحدة من الخرائط أيضا تثبت هذه الأرقام، اللي هو هذا رقم 1 فيشون، هذا فيشون، ورقم 2 جيحون، هذا جيحون، هذا 2 جيحون، و3 حديقل، و4 هو فرات. فإذا ويليام كوكس مسبوق، عنده بحث نشره في إحدى المجلات العالمية في وقته، وطبع مستقلا، بحث لطيف. وهذا بحث، واطلعت على بحث جديد على المنشور ناشرة صاحبة على الإنترنت، أوسع كثير من شغل والكوكس. فإذا هذا موضوع بحد ذاته، أنهار الجنة وأين مكانها، بحث مستقطب الفضول الباحثين، وعندهم نتاجات جيدة في هذا الاتجاه. الآن بلد مرسى سفينة نوح، أيضا هذه المنطقة شهدت بناء السفينة، وشهدت رسو السفينة. في التوراة العبرية يقول استقرت السفينة على هاري أرارات، أقول هي جبال مدينة بابل. سأفصل. في التوراة الآرامية ترجم أنقيلوس يقول طوري قردو، أقول هي جبال مدينة بابل. ملحمة جلجامش يقول أمسك باللغة الأكدية، أمسك جبل بلاد نيصر بالسفينة، أقول هذا جبل بلاد نيصر هو جبل بلاد الحيرة. القرآن الكريم يقول واستوت على الجودي، اسم آخر. المرحوم طه باقر اختصاص تاريخ قديم ومنفتح على التراث القديم والتراث المسماري والأكدي، عنده كلمة خطأان بها هواية، وأكررها أذكرها لأنه الرجل مصدر من مصادر، مرجع من مراجع التاريخ القديم. يقول القرآن استعار لفظة الجودي من المآثر السريانية، هواية مشتبه. هذا لفظ جودي جديد، القرآن استخدمه، ما مستخدم في التراث العبري والآرامي والسرياني لفظة جودي بمعنى مكان للسفينة، ما مستخدم هذا القرآن الكريم أول من أثاره. الجودي باللغة الأكدية معناه الشاطئ. أول شاطئ ظهر في العراق الغريق بمياه الطوفان هو هذا الشاطئ، شاطئ النجف. هذا الشاطئ لأن النجف عالية، وهذا الشاطئ من يقول لنا الشاطئ هو النجف أو هو فرات الكوفة؟ شاطئ فرات الكوفة الإمام الصادق عليه السلام قبل 1000 سنة 1200 سنة يقول الجودي فرات الكوفة، يعني شاطئ فرات الكوفة. ظهر في الوثائق المسمارية في أسيريان ديكشنري، تروح تراجع هناك، قادو
قادو يقول the name of Euphrates، ويشخص المكان مكان الكوفة بالضبط. صراحة تقول لي جادو وجودي، قادو وجودي، شلون تراهم؟ لا، بالإتمولوجي هذا أمر جدا سهل. الجيم واللهجة المصرية جدع، جدع، احنا نقول جدع هم يقولون جدع. الجيم لها، وكذلك بالنسبة لحروف العلة ما لها قيمة. الألف يصير يبدل بالواو ويبدل بالياء، مثل احنا نقول هنا العربية الفصيحة. أهل سامرة يقولون هين، في لبنان وسوريا يقولون هون، في الكويت يقولون هني. هم يصير إبدال بين حرف العلة واحد مع الآخر، وهم يصير إبدال بالمكان، بالتالي ما لها قيمة. فإذا جادو الجودي، هاي الألف واللام احذفها فتصير جودي. وقادو يقول اسم للفرات، لنهر الفرات في العهد البابلي الحديث، يعني قبل 1000 سنة قبل الميلاد. طيب، هذا بحث مفصل، فقط أنا أشير إلى أرارات المفتاح. مدينة، أراد وأريدو، كلكم سامعين بأريدو، هي نفسها أراد تماما، الياء تحولت إلى ألف، والواو الأخيرة هذا عادة ينحذف، يعني ما يبقى في لمن يتابع الأسماء، هي حركة، يعبر عن حركة. فإذا هي أريدو، جبال أريدو. يجي السؤال، من يقول أكو جبال في منطقة أريدو، في بابل جبال؟ فاليوم أحد أصدقائنا دكتور أحمد، الدكتور سامي الأحمد، خريج أمريكا في التاريخ القديم، اجتمعنا في تشكيل، أنا أسست في وقته ب2003 2004 الدراسات الشرقية الجديدة، وكان هو أحد أعضائه، رجل معني بالتاريخ القديم، توفي الله يرحمه. كان يقول في مقالة، عندما قال كاتبة في سومر، ويتحدث عن جغرافية بطليموس يثبت في بابل أكو جبال، هو يقول مشتبه، وأنا من أهل الحلة نقول له عمي أنت المشتبه مو بطليموس، لأنه يقصد بهاي الجبال طارات النجف. هاي طارات النجف. الآن طبعا هاي الصورة هي هذه، تلاحظون راح تزوروها الكهوف الطار. هاي خريطة بطليموس، هذا هنا بهالمكان كاتب عليها مونتانا. على كل حال الوثائق موجودة، والموقع هذا على الموقع مالنا البدري.info أو نجف CF، راح تلقون هذا البحث مفصل هناك. أراد هي أريدو، هي بابل. ويؤكد ذلك أننا نقرأ ترجمة أرارات في التوراة الآرامية إلى قردو، وقردو لا محالة اسم لبابل في العهد الكشي. هو سامي الأحمد وغيره يذكرون هذا المعنى، فأنه الاسم لمدينة بابل. فإذا النص التوراتي يقول بلغته العبرية ولغاته الأخرى، يقول أن السفينة استقرت على جبال في مدينة بابل، ولا يوجد جبال في مدينة بابل غير طارات النجف وكربلاء، لا يوجد. فبالتالي إذن المنطقة هاي حقيقة هواية مهمة. احنا انشرنا هذا البحث مفصلا سنة 2009 أتصور في مجلة تراث النجف، بحث من 100 صفحة مع وثائق مفصلة، لأنه مفصل في حركة التاريخ، أن الشخص نشأة حركة البشرية بعد الطوفان أين؟ لا في الصين ولا في الهند ولا في الجزيرة العربية، وإنما في العراق، لا في الشمال ولا في الجنوب، وإنما في الوسط، في هذه المنطقة اللي راح تزوروها الآن أنتم بين النجف وكربلاء. هذا طبعا بحث تلاحظوه بحث مفصل. نعبر هذا البحث ونروح إلى الفصل الرابع، لأن أنا إذا أبدأ استوفي على كل قطعة 10 دقائق يصير ساعتين الحديث صراحة، وأدري ما راح تحسون في ذلك، لأنه الذهن يستقبل إذا راح ينتقل من معلومة جديدة إلى أخرى، طبعا يعني ما راح يتعب في ذلك. نجي الآن
إذن استفدنا من الفصل الثالث أن سفينة نوح استقرت على النجف، والنجف أول أرض شهدها العراق تحرك عليها الإنسان. أي إنسان؟ هذا مهم. شوفوا إحنا بتاريخ صف أول متوسط نقرأ أن الشعوب القديمة ومنها العراقيين عاشوا فترة كالقطيع، الابن ويا أمه والأخ ويا أخته، ماكو موازين هكذا، إلى أن ظهر الدين فيما بعد. هذا كله كذب، هذا من أكاذيبهم، ولا زال هناك من يتبنى هذه الأكاذيب. ما يمكن تبنى الحياة على خيالات، لابد تبنى الحياة على معلومات حقيقية، ولابد أن نبحث عن مصدر المعلومة. بالأخير الغيب واحدة من مصادر المعلومة ويصدقها الواقع. إحنا أتحدث كعراقيين، دعنا عن البشر. إذا البشر قبلوا أن يقتنعون أن أصولهم عراقية، ذاك بحث آخر، حلت البركة، هلا بهم، أهلا وسهلا بهم. نعم، البشرية في مرحلتها الثانية هي نسل نوح. روح راجع لفظة جيرمان، the origin of German في الانترنت، ايش راح ينطيك؟ الجرمانيون الألمان اللي هم أصل للإنجليز وأصل لكثير للفرنسيين والآخرين، يقولون إحنا أصلنا من واحد من ذرية نوح. خلص بعد يجون إلى هنا، أصلهم في هذه المنطقة. العالم كله بأبيضه وأسوده وأصله ذرية نوح، ذرية الهند. تروح تقرأ التراث السنسكريتي، تقرأ اللغة السومرية فيه تماما، والتراث السنسكريتي أصل للتراث الإنجليزي والفرنسي والألماني واللاتيني. على كل حال، إذن البشرية انطلقت في هذا الوادي، في هذا الأرض. في البداية عائلة صغيرة محدودة، بعدين اتسعت وين تهاجر، وبحر النجف ذاك الوقت مليء، والنهر الفرات أيضا مليء من يلتقون يشكلون خليج، وفعلا الخليج يصل إلى هذه المنطقة. يعني النجف تقع رأس الخليج، مو البصرة، كانت فعلا تماما، ويسموه خليج النجف. نقفوا، هذا النص موجود في ملحمة جلجامش، نقفوا. ويوجد أيضا بانق وبانقيا أيضا من ذلك الوقت، هاي أسماء تاريخية عظيمة. فالبشر هناك نشأ وبدأ يتحرك على هاي الهضبة تماما. يعني الهجرة الجنوبية جنوب النجف غير ممكنة، لأنه الآن خليج، إلا عبر المشاحيف وعبر السفن، وإذا ما في هجرة راح يصير للشمال. فاستغرقت هاي المنطقة من النجف إلى كربلاء، يعيشون ذرية نوح تماما. ومنها الآن إذن هذه المنطقة نشأت عليها ذرية نوح. ذرية نوح تحركت باتجاهين، باتجاه طبعا بعد 500 سنة لما نشفت المياه، لما تحددت الطرق، صار بعد من كربلاء يتحرك بالجنوب إلى عرعر. فهي عرعر هو المنطقة الواضحة اليوم، كل واحد يعرف، هاي أصلها قديم جدا، بالتوراة يسموها عراعير، يعني المنفرد والمنعزل. يتحرك منها إلى الشام، وأيضا منها إلى الجنوب. فمن ذرية نوح القبائل القحطانية سكنت في اليمن. فإذا هذا عرب اليمن، هذول القومين العرب تدرون يدورون مسألة كبيرة، أنه ترى أصل العرب من اليمن. يا عم، أصل اليمن منين؟ عرب اليمن منين؟ عرب الجزيرة منين؟ كل عرب الجزيرة اللي قريناه في تراثنا أو في تاريخنا القديم صف أول، هاي الهجرات أصلها كان أول مرة هجرات أسبق منها من العراق تماما، من ذرية نوح. بعدين رجعت لبلدها في آفاق أخرى موجودة. على كل حال، الآن إبراهيم
مفصل مهم جدا. إبراهيم بطل التوحيد في الدنيا، إبراهيم. فإبراهيم المشهور اليوم مع الأسف خطأ ارتكبه البابا، لأنه مولود بالتوراة من أور. هو مو فقط أور، حتى تروح إلى أور الناصرية، أور المقير، وقايل أور هكس الدين، أور الكلدانيين. أور الكلدانيين يعني بابل، لا محالة. شلون تخطأ هذا الخطأ؟ وتأثر بالكشوفات الحديثة، فتصوروا أن إبراهيم من أور. لا، إبراهيم من بابل، وبعث في منطقة بابل في أكد، اللي ما يعرفون عاصمتها وين، لكن هي هذه المنطقة منطقة بابل. وقال الله تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. خب أول أرض من يمر عليها إذا يجي يروح المكة وين يمر على الكوفة، وهاي الكوفة هي أرض مباركة تماما. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. عبرها وراح وين؟ الخريطة جميلة جدا. المشهور من أور، هاي أور الناصرية إلى بابل، إلى حاران، ثم يجي إلى فلسطين، وهو وإسماعيل وبير زمزم هنا. هاي تنتهي السالفة. عند التراث اليهودي والمسيحي إلى اليوم. هذا كله خطأ. المسلمين من أور تأثروا، هذا المحدثين تأثروا إلى بابل، وتأثروا بهذا التصور المسيحي واليهودي أنه راح إلى حاران فوق، ثم إجا إلى فلسطين، ثم باعتبار المعتقد ما أنه إجا إلى مكة. ووجوده بمكة صحيح، ولكن هاي كلها الهجرات غلط. مو غلط يعني، هاي الهجرات لا يساعد عليها البحث العلمي تماما. البحث العلمي اللي نبدأ من النص التوراتي راح نكتشف أن طريق الهجرة مو هذا. راح نكتشف أن طريق الهجرة من النجف، من منطقة طبعا اسمها حبرون، إلى مكة. هاي مكة. خوش دلال هالمكان هذا. النص التوراتي يقول: انهض من أرض مولدك. هو نص هاي أرض المولد. وقبلها بسطر 3 يقول: ولد إبراهيم في أور هكس الدين. ماكو أور الكلدانيين، ماكو أور المقير تماما. انهض إلى الأرض التي أريك. وشي دلي جابه وين؟ جابه إلى مكة. تلاحظون هنا، تلاحظون هذه الآن هذه الجبال، هاي جبال الحجاز، فهو خلف جبال الحجاز، يعني تماما طلق أرض بابل بالمرة، طلقها. النص التوراتي يقول: نهض إلى شور، وبقت شور كما هي. وبشور بالعبر ثور، يعني غار جبل ثور. وين غار جبل ثور صاير؟ بمكة. خلي أو أصرح من هذا، نروح إلى الترجوم الأورشليمي أو المنسوب إلى يوناثان، ترجمته يقول: راح إلى حلوصة. حلوصة شنو؟ حلوصة يقول الطلاق. يعني عند اليهود المرأة إذا مات زوجها وعندها أطفال منه، أو هي حتى لو ما عندها أطفال يتزوجها أخوه. فإذا أخوه رفض، الأخ رفض أن يتزوج زوجة أخوه، تجمع العشيرة وتنزع تكرمون نعالها وتضرب بوجهها. يعني روح أنت بعد، لأنه راح تطلع خارج الأسرة،
طلقت الأسرة كاملة، لكن طلق بهذه الطريقة. أنت رفضتني تماما، أنا هم أرفضك بهذه الطريقة المهينة. الله سبحانه وتعالى شي يتحدث ويانا عن إبراهيم، يقول فبدأت العداوة بيننا وبينكم تماما. يعني إبراهيم خرج من هذه الأرض وطلقها وين؟ في هذه المنطقة. إلى اليوم موجودة منطقة في مكة قريب من مكة اسمها خليص وخلوص وحلوص تماما واحدة تماما. فهذا إذن هذا هو المسار الذي تفرضه النصوص التوراتية. استغفلوا القارئ اليوم، استغفلوا شعوبهم تماما بالمرة، وأشاروا إلى مكان آخر وطبعا يترتب عليها آثار كثيرة جدا. هتلاحظون إذن هذا طريق الهجرة. وعندنا في التوراة تتحدث عن ذرية إسماعيل، من ذرية إسماعيل مسة وتيما ودوما ويطور، فهي 4 أسماء. هاي مدينة تيما، هذا تيما موجودة بالطريق، هذه تلاحظون هنا، هذه تيماء، هاي مدينة تيماء، وهذه دوما، وقبلها يثرب وياطور، وقبلها مسة. هاي ذرية إبراهيم. عندنا نص عظيم جدا يقول سكنت. شوفوا هذا مفاجأة عظيمة. هناك وعدان في التوراة، وعد لإبراهيم ووعد لموسى. وعد لإبراهيم أن يسكن ذريته من مكة إلى الهندية. هذا نص توراتي، لكن ما تحصله بالنص العبري، تحصله بالنص الآرامي. التوراة صريح وواضح، من انديقي إلى منطقة حلوصة. ومن نجي للواقع الجغرافي نجد أسماء ذرية إسماعيل تيما ودوما ومسة موجودين. هذه مفاجأة نفاجئ بها العالم، يعني ليس مجرد رأي نعطيه، لا، اكتشاف. تكتشف النص، يعني هم دليلهم على أن إبراهيم هناك نص أنه سأعطي هذه الأرض إلى ذريتك. شالوا إسماعيل خلوا مكانه إسحاق. قصة الذبيح، احنا مسلمين، قصة الذبيح، من هو الذبيح؟ الذبيح إسماعيل. بينما تقرأ النص خذ ابنك وحيدك إسحاق. آخر إسحاق رقم 2، شلون تسميه وحيد؟ هذا الاستغفال. واليوم غير شيعة أهل البيت، أحب أن تعرفوها بعمق وبكل صراحة، غير شيعة أهل البيت وقعوا في الضلال الإعلامي العالمي الذي تقوده إسرائيل. لا تحسبونها هذا المكان الضيق المحدود في وهي راح تقبل وتعلن الدولة الفلسطينية في المستقبل، لأن تريد كيان يهودي. هي مو يهمها هذا، يهمها الرؤية العالمية، يهمها أن تتحرك ثقافتها في العالم، وقد تحركت تماما، تحركت. حتى المسلمون يعتقدون ببعض ما يذكرونه في هذا الأمر. فإذا في الحقيقة هذه معلومة جديدة الله سبحانه وتعالى أنعم علي باكتشافها، أن النص التوراتي الآرامي يؤكد أن الوعد الإلهي لذرية إسماعيل، لذرية إبراهيم في إسماعيل وإسحاق، يسكنون ما بين الهندية في العراق ومكة، وهذا الواقع الجغرافي موجود. هذا صدمة معلوماتية نعبرها. أن أقول أن هذه الأرض شهدت نشأة البشرية ومفاصل حركة الأنبياء عبر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وإمامة أهل البيت عبر علي والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين، وباقي الفصل الأخير، الفصل المحوري
المستقبلي حينما يظهر الله تعالى وليه المهدي في مكة ويستقر. وأين يستقر؟ في الكوفة. عجيب. يعني إذن هذا المحور محور مكة، أرض عبادية وأرض تاريخية للعبادة، بدءا من آدم وانتهاء بمحمد صلى الله عليه وآله وظهور المهدي. ولكن أرض الحياة هي عبارة عن هذا الوادي. فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. أنتم في الوادي المقدس، أنتم أيام 40 تشهدون ما كانت البشرية في تجربتها الأولى تشهده. نوح حينما جاء بطوفانه الإلهي إنما قرض ذلك الشعب الذي كان يتحمل وزر قتل هابيل. وهابيل من؟ كلكم تقرؤون في التراث المسماري تموز هو هابيل اللهو حينما انحرفوا عن الخط. آدم آدموزي، الزي هاي بالأخيرة تحذف فتصير آدمو، الحركة هاي تحذف تصير آدم. دم يعني أبو، أب باللغة السومرية، ودمو هو تموز، هو اللي هو الشهيد، أبو الشهيد. تماما. عجيب في هذه الأسماء معاني، والتراث حفظها لنا. نحن محظوظون حينما اجتمعت لدينا وثائق المنطقة. من يعنى بخدمة المنطقة بيئيا جزاكم الله ألف خير، تعنون بها بيئيا ويساعدنا العالم على ذلك. والآن أنتم رسل مناطقكم في هذه المنطقة. هذه المنطقة اليوم تفرض نفسها من جديد عبر الحسين عليه السلام بأيام 40. وهذه أيام 40 حينما نشهد فيها هذا الجمهور الحسيني المليوني، هذا يراد له شيء. يمكرون ويمكر الله تعالى. تخطيط أكو للغرب بعد سايس بيكو انتهاء ب100 سنة، فيخططون للمنطقة، يخططون أن يرسمون خارطة جديدة، ورب العالمين قاعد يرسم خارطة جديدة. أختم بهذه الكلمات. غرب الفرات الأوسط من خلال هضبة السهل الرسوبي بطرفيها الشمال الشرقي كربلاء، والجنوب الشرقي الكوفة، والجنوب الغربي النجف، تعتبر مفتاح فهم العراق تاريخيا ومستقبليا، كما أن إثارة المضمون التاريخي وما يتعلق به من دراسات جيومورفولوجية، جيولوجية، أركيولوجية، إتمولوجية يجعلنا أمام ثورة معلوماتية تصحيحية في مواجهة أعتى محاولات التحريف للمعلومات وللحقائق النبوية، فضلا عن البشرية دامت 2400 سنة. هذه المنطقة ليس فقط تواجه هذا التحريف، ليس يواجهه أهل المنطقة، أهل العراق ولا أهل الشرق الأوسط، بل العالم أجمع، لأنه ضحية هذا التحريف. ولا بد للتحريف من وقت، وهذا الوقت اقتربت الساعة وانشق القمر. اللهم أرنا انشقاق القمر، اللهم أرنا القمر الحقيقي، أرنا الشمس بعد مغيبها، طلوع الشمس من مغربها. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة التي تحول هذه المناطق الآن وديان وخضاب وصحاري. هاي كانت مسكونة في القديم، كانت عامرة في القديم، هاي تتحول. ثقوا هذه الهضبة الآن بين النجف وكربلاء، هذا النصف الغربي منها صحراء. وقبل 2-3 يوم حينما نهضت العاصفة ماذا جرى؟ تماما هذه ستتحول إلى جنائن كما كانت في القديم.
جنائن. والله كما أراكم هذا القسم بالعلم ما مقبول، ولكن هاي عقيدتنا أن هذه المنطقة ستحيا من جديد. يقول إذا ظهر المهدي سلام الله عليه واستقر في الكوفة يبدأ بحركة إعمارية، واحدة منها أن يبني بيتا لله. هاي المنطقة الواسعة، الأرض الصحراء، يبني بها بيت فيه 1000 باب، له أصيص يعني كله باعتبار كهرباء، وله يسطع نوره. ثم يأمر فيحفر نهر من خلف قبر الحسين ويجري، هذا يستغل المجرى مال نهر الفرات الأول، وتحيا كل هذه المنطقة. هي اليوم بأعمال بسيطة بالآبار هي قاعد ترفدنا بهذه الباذنجانيات والفلفل وهي الخضروات المختلفة. فكيف إذا نبع أو جرى الماء من هناك ماذا يصير؟ تتحول إلى جنة في عهده. العالم سينتهي إن شاء الله على هذه الأرض حينما تحيا من جديد، ويشهد العالم انطلاقة النور، لا لكبوة أو انحراف أو تحريف، وإنما لوضوح النور يوما بعد يوم، ثم ختام الحياة على الأرض. أنا أشكر الأخوة على صبرهم معي، أو على يعني استماعهم بهذا الحديث، كما أشكر الأخوة الذين هيئوا لي هذه الفرصة. وكما قلت إنما هي يعني جولة وفهرس في أبحاث تحتاج منا لمن يعي أهمية هذا العمل ولمن يؤمن بأهمية هذا العمل. نحتاج إلى مؤتمرات لنكتشف أو لتجلو الحقيقة بوسائلها العلمية. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.